كلنا بندور على خلطة سرية للنجاح، زرار سحري كده ندوس عليه فنتحول فجأة لشخص سعيد وناجح ومستقر في حياته وعنده البيزنس بتاعه كمان. ولكن خليني اقول لك الحقيقة ان الموضوع اكبر من كده بكتير. الموضوع ما فيهوش اسرار، الموضوع ما فيهوش سحر، وده لان انا كنت مكانك بالظبط في يوم من الايام برضه. كنت بشتغل بعمل مطلوب مني، بس ستيل ببقى حاسس ان في حاجة ناقصة كده. فاخدت قرار ان انا لازم اقعد وادور واشوف اصول وجذور المشكله دي جايه منين، وبدات الاحظ اكتر الناس اللي نجحوا واللي وصلوا اللي انا عاوز اوصل له كمان. ولقيت ان في 3 حاجات مشتركه ما بينهم كلهم. ال3 حاجات دول لو ركزت عليهم هتقدر تغير حياتك 180 درجه حرفيا وعن تجربه، لان ده اللي حصل معايا. فتعالوا نتكلم مع بعض النهارده عن ايه هما ال3 حاجات دول وازاي نقدر نريديزاين اور لايفز. اول حاجه لفتت نظري كانت جسمي، وهنا انا مش بتكلم على الفورمه اكيد يعني او الشكل، انا بتكلم عن الطاقه، ان انا اكون قادر اقوم واتحرك، قادر اشتغل. واللي لفت نظري كمان للنقطه دي اكتر حاجه هي ان انا مثلا كنت ببقى في اجازه نص السنه او اجازه اخر السنه وقت الدراسه، قاعد في البيت لا بنزل ولا بعمل اي حاجه، بنام كويس بس حاسس ان انا تعبان، حاسس ان انا همدان، حاسس ان انا مش قادر اعمل اي حاجه. فبدات افكر هو ايه السبب في كده. يعني انا مش مرهق مثلا من مشوار، مفيش جامعه، مش بضرب مشوار لحد القصر العيني، ولا ان انا بشتغل بره، انا بشتغل اونلاين في البيت. طب انا تعبان من ايه؟ نايم كويس كمان. وقتها لاحظت ان انا بتعامل مع جسمي ده على ان هو حاجه ثانويه او حاجه مش اساسيه. انا باكل وقت ما احب اكل، انام وقت ما احب انام، بسهر، مش مركز قوي في ان انا ابني جسمي ده. والنتيجه كانت صداع، ارهاق، تعب، خملان، مش قادر اتحرك. فبدات ادور اكتر في الموضوع ده واشوف ازاي اقدر ابني جسم قوي فعلا. ولقيت ان في 3 حاجات مهمين علشان نوصل لجسم قوي فعلا: النوم، الاكل، التمرين. اهتم بال3 حاجات دول هتلاقي جسمك بقى نشيط وبقى في حته تانية. ان انت تنام اتليست 7 ساعات ونص في اليوم وبشكل منتظم مش متقطع، وبالليل مش الصبح. كل الحاجات دي بتفرق. طبعا النوم ده موضوع كبير ممكن نتكلم عنه في فيديو لوحده خالص، بس ان انت تهتم بالنوم دي بتفرق خالص. مش بس ان انت تنام 7 ساعات في اليوم بس 3 ساعات بالليل و4 ساعات في الظهر مثلا او العكس، 7 ساعات ونص او 7 ساعات بالليل متواصلين، وبالليل بأكد تاني بلاش قلبة النوم دي، الا طبعا لو ظروف شغلك هي اللي بتلزمك تعمل كده، فدي حاجه مش في ايدك. زي مثلا شغلنا احنا كدكاتره لازم هنبات في المستشفى نايت شيفت مثلا، فدي حاجه مش في ايدي. بس باقي الايام بحاول على قد ما اقدر ان انا انام بشكل كافي وبشكل منتظم. تاني حاجه نوع الاكل اللي انت بتاكله. النيوتريشن ده مهم جدا جدا جدا، وبجد انتوا مش متخيلين قد ايه الاكل اللي احنا بناكله بيأثر على طاقتنا وبيأثر على تركيزنا وبيأثر على المود بتاعنا. تأثير الاكل قوي جدا جدا جدا، فخلي بالك من الاكل اللي انت بتاكله وكل اكل صحي. ثالث حاجة هي الحركة، النشاط. ابدأ بحاجة بسيطة، ابدأ حتى لو تتمشى نص ساعة في اليوم. انا صراحة اخدتها خطوة كمان ورحت اشتركت في جيم، بس ما كانش هدفي ان انا ابلك ولا ان انا اطلع عضلات كبيرة. انا كان هدفي ان انا امشي جسمي، اتحرك. كنت بروح 3 ل 4 مرات في الاسبوع. مش لازم تروح ال7 ايام، مش لازم تروح 5 ايام. ظبط بحيث ان انت تبقى كونسيستنت، ان انت منتظم. الكونسيستنسي، الانتظام اهم حاجه. فانت 3 4 مرات في الاسبوع، كل مره تروح فيها ساعه، يعني 3 4 ساعات في الاسبوع كله، مش هيضيعوا لك وقت. مش هتحس ان انت بتضيع وقت بالجيم ده او ان انت في حاجات مهمه تاني كان ممكن اعملها غير الجيم. صدقوني 3 4 ساعات دول في الاسبوع هيدولك طاقه تنجز اكتر اضعاف كمان اللي كنت هتنجزه من غيرهم. ف3 4 ساعات في الاسبوع انفستمنت مهم جدا جدا. واشتراك الجيم لو هنتكلم كفلوس بقى، فده كأنك بتستثمر في نفسك. اشتراك الجيم ده اعتبره ان انت اشتريت حاجة لنفسك كده. الحاجة دي هتأثر في صحتك وفي نشاطك وفي عمرك، لان الشخص الصحي بيعيش لفترات اطول. طبعا كل نقطة من النقط دي احنا اتكلمنا فيها بشكل سريع دلوقتي، ولكن في الفيديوهات اللي جاية هندج ديبر كمان، ندخل في تفاصيل اكتر ونتكلم عنها بعمق اكبر. طيب حلو قوي كده، احنا بقى عندنا جسمنا فايق ونشيط، بس لسه في حاجات ناقصه. يعني ماذا بعد ان انا بقيت فايق نشيط بتحرك بس مش عارف اعمل حاجه؟ دماغي مشتته، دماغي ساعات مبسوط وساعات متحمس وساعات بشتغل كتير قوي وساعات انا مش في المود، مش هشتغل النهارده، مش قادر اشتغل، بكره نخلص الكلام ده كله. تاني حاجه مهمه جدا هي العقليه بتاعتنا. مش هنستفيد حاجه لو احنا جسمنا قوي وفايق ونشيط بس ما عندناش العقل اللي يبتدي يواجه الجسم ده، ما عندناش الحاجة اللي تبتدي تحركنا وتوجهنا. وده اللي خلينا صراحة مع بعض. احنا بنعيش في عالم دلوقتي من النوتيفيكيشنز، عالم من التشتت. كل البلاتفورمز بلا استثناء، كل المنصات بتدفع مليارات علشان تاخد انتباهك وتركيزك، علشان تخليك محبوس في الالجوريزم، في اللوغاريتميات بتاعتهم، وتفضل تاخد الرش اوف دوبامين دي،
الدوبامين اللي هو هرمون السعاده او كيميكال ترانسميتر كده بيطلع في المخ، بيدي لك احساس بان انت مبسوط. في حاجه اسمها ريورد سيستم، نظام للمكافاه ربنا خلقه لنا في دماغنا. النظام المكافاه ده الهدف منه كان ان احنا لما نعمل حاجه حلوه يطلع دوبامين فيحسسنا بالرضا والسعاده. فده كانت حاجه علشان تزقنا ان احنا نعمل حاجه حلوه فناخد المكافاه دي. البلاتفورمز المختلفه بتلعب على الدوبامين ده، الالجوريزمز المختلفه بتلعب على الحته دي، ان هي تدي لك دوبامين كل شويه وتانيه، تطلع لك ريل كل شويه وتانيه كده انت بتحبه ومبسوط، فتدي لك دوبامين. فمع الوقت بقينا بندمن الدوبامين ده من مصادر مش المفروض كنا ناخدها منها. الدوبامين ده المفروض ناخده لما نعمل حاجه حلوه، بس احنا مش قادرين نتحرك او مش عارفين نروح فين، فبدأنا ندور عليه من مصادر تانية. وعلشان كده مهم جدا 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 العقلية بتاعتنا، وان احنا يكون عندنا عقلية صح. طب ازاي هنبني العقلية دي واحنا اول حاجة مش واخدين بالنا ان احنا محتاجين نظبط عقليتنا؟ تاني حاجة بنضيع وقتنا اصلا في حاجات مش مفيدة، حاجات ملهاش لازمة. بضيع وقتي سكرولينج. خد كده تدريب صغير في الفيديو ده، بوز، روح امسك موبايلك، شوف السكرين تايم، شوف انت مسكت الفيسبوك قد ايه الاسبوع اللي فات، وبعدها تعالى نبني مع بعض عقلية نمرن عقلنا زي ما هنمرن جسمنا. لأن العقل بالتدريب هيتغير، مش هيتغير في يوم وليلة، هيتغير بالتدريب وزي ما بنعوده. لو انت عودته على السكرولينج والدوبامين السهل هيفضل يدور عليه. لو انت عودته وبدأت تقرأ أكتر وتعود نفسك على القراية، تعود نفسك على ان انت تشتغل على حاجات تنمي أفكارك ومهاراتك الذهنية، ان انت تبتدي تستعمل هاكس او خلينا نقول ميثودز، بلاش كلمة هاكس دي لان الموضوع مش هاكس، الموضوع هي خطوات احنا هنمشي عليها هنوصل اللي احنا عاوزينه. فاعمل بلانر، حدد لنفسك في البلانر ده اهم 3 حاجات مثلا انت عاوز تنجزهم النهارده، حاجات عاوز تخلصهم الاسبوع، وتعالى في نهاية الاسبوع شوف انت خلصت الحاجات دي ولا لا. اعمل تشيك ليستس، اعمل حاجات كتير قوي، دور فيها وشوف الميثود اللي تناسبك واشتغل بيها. وده دورنا زي ما بقول هنا كمان على الشانل، واللي هنبتدي نديك ديبر في كل حاجة من الحاجات دي. فما تنساش تدوس لايك، سبسكرايب، وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. طيب حلو قوي كده، احنا معانا جسم قوي وعقلية مظبوطة. يعني انا معايا جسم ونفترض سفينة، والعقلية هي اللي بتقول لي التارجت اللي انا عاوز اوصل له، الديستنيشن اللي انا عاوز اوصل لها. ناقص حاجة مهمة، ناقص السكيلز، المهارات، ناقص ان انا اكون بعرف اسوق السفينة دي علشان اعرف اوصل للهدف بتاعي. فالسكيلز، المهارات اللي احنا محتاجين نتعلمها كتير جدا، وعلشان كده ده اللي ممكن يخلينا نحس ان احنا تايهين، مش عارف ابدا منين. لو شفت مثلا السفينة ففيها زراير كتيرة او طيارة ففيها زراير كتيرة، همشي ازاي؟ هروح فين؟ يعني انا عارف الديستنيشن بتاعتي وانا ديسيبلين، بس هروح هناك ازاي؟ فعلشان كده ابدا وتعلم سكيلز فعلا مفيده في الوقت الحالي. الانترنت مليان فرص بلا استثناء، وفي مهارات كتير جدا 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 ممكن تتعلمها وتفيدك في حياتك سواء اونلاين او اوفلاين. بس ابدا، خد القرار ان انت هتتعلم، وابدا بحاجات حتى لو بسيطه بس تتماشى مع الحاجات اللي انت بتحبها. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني انا مثلا في 2017 انا كنت بحب الفيديو اديتنج وبحب التصوير. جربت اشتغل كمصور ونزلت فعلا صورت خطوبة او كان فرح مش فاكر، بس لقيت ان لا، انا بحب التصوير بس انا مش حابب النوع ده من التصوير. انا بحب التصوير ان انا اعمل زي كده فيديوز اقعد اصورها وابتدي بقى اشتغل عليها بدماغي انا بمزاجي. انا مش عاوز مثلا اشتغل في خطوبة، اشتغلت كمان صورت فيلم، صورت اعلان، بس ما عجبنيش الكلام ده، مش ده اللي انا عاوزه. انا عاوز اعمل حاجة تاني. فتعلمت السكيل، دلوقتي اهي انا مستفيد منها ان انا بعرف اعمل الفيديوز دي. يمكن وقتها ما كانش في دماغي قوي ان انا بعد 4-5 سنين هعمل شانل واشتغل عليها بالمنظور ده، بس بدأت اتعلم السكيل. بدأت اتعلم ازاي اعمل ويب سايتس. كنت اشتغلت مش فاكر 2019 تقريبا على فريلانسر، موقع اسمه كده فريلانسر، هو بتاع فريلانسنج واسمه فريلانسر. المهم اشتغلت وعملت ويب سايت، اللي كان وقتها واحد كويتي عملت له ويب سايت. هو كان يعني ما شاء الله عليه بقى شغال في التجارة والفوركس والتريدينج والبورصة والكلام ده، فكان بيعمل كورسات عن الحوار ده. فانا عملت له الويب سايت، انا اتعلمت وبدات اشوف اعمله ازاي وبدات اتعلمه وعملته له. جيت بعدها بسنه او سنتين عملت بقى ثانولوجي، المنصه بتاعتي اللي انا بشرح عليها البيولوجي الاولى وثانيه وثالثه ثانوي، واللي كانت نقطه محوريه وغيرت حاجات كتير. في وقت ما اشتغلت مع الراجل الكويتي ده انا ما كانش في دماغي ان انا هعمل ويب سايت لنفسي، بس اتعلمت المهاره. دلوقتي وفي الوقت الحالي احنا كمان شغالين على ويب سايت او بلاتفورم هيغير حياة ناس كتير ان شاء الله، بس خليها لوقتها. والويب سايت ده هيكون بيعتمد على ال3 اركان اللي احنا اتكلمنا عنهم دول، هيساعدنا في ال3 اركان دول.
هيساعدنا في ان احنا نبني جسم قوي، يساعدنا ان احنا نعمل عقليه صح، نبني عقليه سليمه، ويساعدنا كمان ان احنا نكتسب مهارات فعلا مفيده ومطلوبه في سوق العمل زي ما بنقول. مش لازم تبقى الطريق واضح قدامك 100% دلوقتي، بس اتليست انت راسم لنفسك انت عاوز ايه، راسم شكل لنفسك او منظور لنفسك عاوز توصل له. تخيل شكلك او تخيل التارجت اللي انت عاوز توصل له ده كمان 5 سنين مثلا. انا متخيل كرولوس في الصوره الفلانيه، طب انا دلوقتي في الصوره الفلانيه. ابتدي بقى اعمل خطه ان انت تتحول من نقطه A لنقطه B. هو ده اللي احنا عاوزين نعمله. وعلشان نوصل من نقطه A لنقطه B محتاجين الثلاث حاجات اللي احنا اتكلمنا عنهم في الفيديو النهارده: strong body, discipline mind و practical skills. لو لمسك الكلام ده فما تنساش تدوس لايك، سبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك المحتوى اللي جاي جامد جدا. الفيديوهات اللي جايه كلها هتكون فيديوهات مفيده، تطبيقات عمليه، علشان نوصل في الاخر لنسخه احسن من النسخه اللي احنا عليها دلوقتي. دايما مقارنتنا مش مع حد، مقارنتنا بيننا وبين نفسنا، فاحنا نستحق ان احنا نكون في مكان احسن، في فيرجن احسن مننا، وده اللي احنا نشتغل عليه مع بعض في الفيديوهات اللي جايه. سيب لي في الكومنتات كمان انت ايه اكتر ركن من الاركان دي حاسس ان انت محتاج تشتغل عليه اكتر، وايه حاجات محتاج تطورها، ونتكلم عنها في الفيديوهات اللي جايه.